بعبارات ابتلاء من الله، والله إذا أحب عبدا ابتلاه. هكذا كشفت سيدة الدراما الجزائرية بهية راشدي إصابتها بمرض السرطان، حيث أعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. صاحبة 76 عاما سطرت لنفسها مسيرة فنية حافلة امتدت على مدار 55 سنة، استطاعت من خلالها أن تحجز مكانا لها في الساحة الفنية الجزائرية. الفنانة القديرة بدأت مسيرتها سنة 1969 بالتحاقها بالمجموعة الصوتية بالإذاعة الوطنية. بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية كمسلسل شهرة والامتحان الصعب وامرأتان. أيقونة الدراما الجزائرية ارتبط اسمها بدور الأم الحنون والجدة الطيبة. الفنانة بهية راشدي سطرت مسيرتها الفنية الحافلة بالحصول على عدة ألقاب داخل وخارج الوطن، من بينها لقب أفضل ممثلة عربية بمهرجان تونس لعام 2005. كما نالت عدة تكريمات من طرف وزارة الفنون والثقافة. ولم يقتصر مسارها الفني على التمثيل فقط، بل قامت بإصدار العديد من المؤلفات، من بينها كتاب لي بيلز إستواغ دو بهية الذي يحمل 30 قصة موجهة للأطفال.